هات الشاكوش وهات السكينه. اول حاجه نقشر الرمان، هنيجي من نص الرمان ونبدا نقطع بالحلاوه دي، وهنجيب صينيه وبالشاكوش هنبدا نخبط على ظهر الرمان. مفيش اسهل من كده. وطبعا الكميه اللي احنا مقطعينها دي كتيره، بس لما اجي اعمل رمان لازم اعمل كميه كتيره عشان اريح دماغي. انا بحب اكل رمان بره لوحده اصلا. نكمل خبط. في طبق نحط علبتين زبادي يوناني، ونحط على الزبادي رمان، وميكس رايق من اللي قلبك يحبه. قولوا لي حدوته ولا مش حدوته؟ على طبق هنحط ورق زبده او كيس تلاجة اللي موجود عندك اشتغل بيه. انا ورق الزبده اللي عندي خلص فهشتغل بكيس التلاجة. ونبدا نحط الزبادي اليوناني، ندوس عليها كده عشان تطلع معانا زي ما هي بالظبط. واحده واحده وعلى الهادي يا زبادي، حدوته مدلعكم. ونطلع بيها على الفريزر حوالي ساعتين لحد ما تجمد. يعني لو عندك مشوار او تمرين او اي حاجه تقدر تعملها وترجع لها تاني. وحله فيها ميه سخنه على النار، نحط بوله ونكسر فيها الشوكولاته عشان نسيحها. بالظبط دقيقتين 3 هتلاقي الشوكولاته ساحت معاكم والزبادي بتاعنا مسك نفسه وبقى حدوته. هنبدا بقى نحطها في الشوكولاته ونرجعها تاني، ونرجعها في الطبق تاني، ونطلع بيها على التلاجة ربع ساعة الشوكولاتة تمسك نفسها شوية وناكلها بقى على طول. يلا بينا نسمي الله وندوق. بسم الله. حدوتة وتستاهل التجربة.